بطلب شخصي من محمود الخطيب مخطط أهلاوي خطير لخطف نجم جديد من نادي الزمالك. الإعلامي والناقد الرياضي إسلام صادق كشف خلال تصريحاته الأخيرة عن مفاجأة كبيرة بتخص محاولات إدارة الأهلي لخطف لاعب جديد من نادي الزمالك على غرار طريقة خطف إمام عاشور وخطف محمود كهربا. إسلام صادق وعبر تصريحاته الأخيرة أكد أن هناك محاولات مستمرة من جانب إدارة الأهلي لخطف اللاعب أحمد السيد زيزو لاعب ونجم نادي الزمالك، وذلك من خلال جلب عرض تركي للاعب من أجل الرحيل عن الزمالك، ثم بحث أمر عودته إلى مصر من خلال بوابة النادي الأهلي، مؤكدا أن التعاقد مع أحمد السيد زيزو هو طلب شخصي من محمود الخطيب رئيس النادي وليس من الجهاز الفني للفريق، مؤكدا على حدوث تواصل بالفعل من جانب أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي وحسام غالي عضو مجلس الإدارة مع أحمد السيد زيزو من أجل عرض الأمر عليه، وأن إدارة الأهلي أكدت لأحمد السيد زيزو أن انتقاله إلى الأهلي سيكون مسؤولية مباشرة منهم، وهو لن يكون له علاقة بأي تفاصيل، وهم من سيقومون برسم خطة الانتقال، تماما مثل ما فعل الأهلي مع إمام عاشور بنفس تلك الطريقة من خلال ذهاب اللاعب إلى ميتلاند الدنماركي ثم العودة إلى صفوف الفريق الأحمر.